لو انت من سوهاج وبتدور على شغل، نصيحة مني، المكانين دول لازم تروحهم لانه هيفيدوك او هيساعدوك على الاقل. ايه هما المكانين دول؟ رقم واحد، مركز شغلني. ده فين؟ ده على كورنيش النيل الشرقي، جنب مستشفى مصر وجنبه قف دار السلام بشوية. المركز بيساعدك من خلال فرص عمل وتكون موثوقة، لأنه مركز شغلني بالشراكة مع المهندس نجيب ساويرس. تمام، ده رقم واحد. كمان بيوفر لك فرص كويسة، رواتب كويسة، في أماكن كويسة بتكون. بتعمل انترفيو في المركز مبدئيا، بعدين بتعمل انترفيو تاني في الشركة هناك، ولو اتقبلت بيبعتوا لك القبول إن شاء الله، وتبدأ تجهز في ورقك. ده رقم واحد، مركز شغلني في سوهاج. رقم اتنين، مديرية العمل. مديرية العمل دي فين؟ دي في الثقافة، جنب نقابة الزراعيين بشوية كده. تسأل على مديرية العمل هيدلوك عليها. مديرية العمل دي بتوفر تدريبات مثلا زي الويب، زي مثلا تسويق إلكتروني وإلخ، يعني تدريبات كتير خالص. وبيختاروا أفضل ثلاثة، أول ثلاثة بيكونوا بيجيبوا سكور عالي، تقدير عالي، بيوفروا لهم شغل كويس. دي كمان نقطة كويسة. والتدريبات بتاعتهم كمان بتكون بصراحة حاجة كويسة جدا، يعني أقل حاجة 100 ساعة. يعني نقدر نقول مثلا فرنج شهر، أو ممكن نقول أحيانا بتبقى 20 يوم. تمام. بتبقى طبعا مجانية. بتبقى حاجة تضيف لك جدا، لأنه هتساعدك تفهم أكتر. مش كان كورس وخلاص، أو مثلا تدريب ساعة واتنين، لأ، ده هي بتفيدك وتضيف لك كمان. فالمكانين دول بصراحة أنا شايفهم هيفيدوك جدا، وتقريبا كمان على حد علمي يعني إنه مركز شغلني ممكن يساعدك في التدريبات يعني. فبصراحة المكانين دول كنز في محافظة سوهاج، محدش يستغلهمش. يعني حاولوا تسألوا، تروحوا تدوروا فيهم، اكيد هتستفيدوا يعني. ادخلوا على البيج بتاعتهم على السوشيال ميديا. يعني لو كتبت على السوشيال ميديا صفحة مديرية العمل بسوهاج هتظهر لك. لو حد كتب مركز شغلني بسوهاج هتظهر له البيج. ولو حد حابب يعرف اي حاجة يكلمني، لو حد عنده اي استفسار يقدر برضو يكلمني ويبعت لي، وهسيب لكم الرقم بتاعي في الكومنتات. تمام، ودمتم بألف خير وبالتوفيق. ويا رب يا رب دايما يعني موفقين، وربنا يفرجها على الكل، وتكون سنة سعيدة علينا جميعا. سلام. مكان رقم ثلاثة، لو انت من سوهاج وما تعرفوش فانت فايتك كتير جدا. المكان ده فين؟ المكان ده في سوهاج في الجامعة الجديدة، عند كلية الهندسة. ايه هو المكان ده؟ هو كرياتيفا، تابع لوزارة الاتصالات. طب هتستفيد منه ازاي؟ سواء كنت طالب او خريج هتستفيد منه. بيقدم لك تدريبات سواء في ريادة الأعمال، سواء العمل الحر، سواء في التكنولوجيا، سواء في التطوير الوظيفي. بصراحة يعني من وجهة نظري شايفه من أفضل الأماكن. بيقدم حاجة برضو بجودة كويسة، وكل التدريبات بتكون مجانية. فخسارة جدا لو انت من سوهاج وما روحتش المكان ده، خصوصا انك لو لسه بتدرس فيبقى يعني يوميا انت رايح الكوامل، فتبقى بسهولة جدا انك تقدر تروح المكان. ولو خريج عادي جدا طبعا هتقدر تنزل وتروح. بس فبالتوفيق ان شاء الله للجميع. وما تنساش انت ورايح تاخد البطاقة بتاعتك، لانه الدخول بالبطاقة. وحابب اشكركم في النهاية على الفيديو الاول، اللي هو من خلال دعمكم الحمد لله وصل لعدد كويس جدا. ودمتم بألف خير، واستنونا إن شاء الله في فيديوهات جاية نتكلم فيها عن أماكن إن شاء الله هتساعدكم وهتوفر لكم تدريبات أو شغل بيكون بجودة كويسة، وفي نفس الوقت الحاجة مجانية. دمتم بألف خير. لو أنت من سوهاج وبتدرس ما تفوتش المكانين دول، لأنه أكيد هتستفيد منهم. إيه هما؟ رقم واحد، مديرية الشباب والرياضة. دي تروح المديرية تتابع الدورات اللي بتتم هناك. تشوف تعمل كارنيه مثلا في المديرية. طب يا عمي انا مثلا دلوقتي مثلا انا خريج وحابب مثلا كل شويه اروح مثلا مديريه، والمديريه دي بعيد عني. اقول لك ممكن تعمل كارنيه عضويه اقرب مركز شباب ليك، وبحيث لو في اي حاجه بتتم بيرشحوك ليها ان شاء الله. ده رقم واحد. ايه تاني غير مديرية الشباب؟ وكمان بالمناسبة مديرية الشباب ممكن تتطوع في أنشطة من الأنشطات اللي بتتم في أنشطة تطوعية كتير. كيانات تطوعية بدون داعي لذكر اسم مكان.
ولكن في كائنات تطوعية كويسة جدا في مديرية الشباب والرياضة، ممكن تتطوع وتستفيد من خبرات ومن علاقات ومن الدورات اللي بتتم برضه. ده رقم واحد اللي هو مديرية الشباب والرياضة في سوهاج. رقم اتنين اللي هو مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج. ده فين؟ ده في كلية الزراعة في الكوامل في الجامعة الجديدة. ده برضه هيساعدك جدا من خلال اللي هو الدورات اللي بتتم. بصراحة المدربين بيكونوا ناس ذو خبرة كبيرة وكفاءة كويسة جدا، هتستفيد منهم، خصوصا لو مهتم بجزء التطوير الوظيفي، يعني بالسيرة الذاتية، موقع التوظيف، كل الكلام ده هيفيدوك جدا في الحتة دي. وكمان لو تبعتهم على البيج حقيقي بيشيروا فرص عمل بتكون ذو ثقة. وارد ما يكونش مثلا هم المسؤولين عن عملية التوظيف، ولكن هم بيعملوا شير للأماكن نفسها اللي بتكون محتاجة حد شغل، يعني أماكن معروفة تكون ذو ثقة، بتكون شير، هم يشيروا على البيج بتاعتهم. أو أحيانا بيبقى في مثلا عاملين مثلا زي كامب لمدة كده، في ناس تكون عظيمة جدا بتطلع معاهم برضو في سيشنات يعني. فالمكانين دول تستفيد منهم جدا، سواء على الأقل خالص لو هتتابعهم أونلاين ما فيش مشكلة. بس اللي هو ابدأ اتعرف على الأماكن دي أنت وبتدرس، لأنه هتبقى صعوبة شوية لو أنت مثلا زي أنا دلوقتي خريج، فأنا دلوقتي بعيد، أنا مش من سجن نفسي، أنا من مركز، من قرية، فعشان أروح الأماكن دي بتبقى يعني بعاني شويه، بتبقى صعبه شويه. ولكن انت وبتدرس فرصتك بتكون اكتر، لان الاماكن دي بتبقى ايه قريبه جنبك، بتبقى دايركت، يعني دايما انت ايه في الحته دي متواجد. لو ساكن في المحافظه او انت يوميا بتنزل كوامل، فتبقى تتابع وتشوف ايه اللي بيتم، وتقدر تتابع معاهم اول باول. ودمتم بألف خير، ويا رب اكون قدرت اساعدكم حتى لو بمعلومه واحده. وبالمناسبه ده الفيديو رقم 3 من السلسله، اللي هي الاماكن اللي هي لو ما تعرفهاش في سوهاج هتخسر كتير. وبالتوفيق ويومكم جميل.